ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا نوفي محرم وقناتي احلى الوصفات مع نيفين. اهلا بكم جميعا. النهارده بقى معانا وصفه سهله وسريعه وكمان اقتصاديه وموفره، صينيه السردين في الفرن. صينيه سهله ومكوناتها بسيطه وكمان سريعه جدا. كل اللي هنحتاجه سمك سردين، ممكن تغيري نوع السمك لاي سمك تاني، ممكن سردين من الكبير، ممكن بوري، ممكن مكاريل، ممكن اي نوع سمك. معانا شرايح من الفلفل، شرايح من الطماطم، شرايح من الفلفل من البصل، ومعانا شرايح من البطاطس. بس كده. ومعانا كمان فصين 3 توم هنضربهم مع ملح وكمون وكزبرة ناشفة وعصير ليمون، وهضيفهم على الخضروات اللي معايا اللي هي البصل والطماطم والبطاطس، وهحط السمك وعصير ليمون كمان. دي التحديقة اللي انا عملتها من الثوم والملح والكمون وكده. وهحاول بقى، ده طبعا السمك مغسول، بوريكم السمك انا غسلاه كويس. هنا بقى بقلب السمك كده مع الخضروات اللي معاه، مع البطاطس والطماطم وشرايح البصل، ومعايا الثوم قلت مع الملح والكمون، وهحط كمان شوية زيت حلوين كده وعصير ليمون. بس كده صينية السمك جاهزة معانا، يا دوب هتدخل في الفرن، او ممكن اعملها على البوتاجاز كمان من فوق على فكرة. شوفوا ما خدتش اي وقت. طبعا انا قلت بتغيري سمك، تقدري تغيري السمك لاي نوع سمك تاني بتفضليه او بتحبيه اكتر من السردين. المهم البيز اللي عندنا، الاساس اللي عندنا اللي هو البطاطس والطماطم والبصل والفلفل والثوم والملح والكمون. كده خلاص جاهزة معانا. هندخلها بقى الفرن، اكون مسخناه كده وانا بشتغل عشان يبقى سخن لما ادخل الصينية. شوفوا شكلها سهلة خالص ازاي، وما خدتش اي وقت، يعني دي وصفة سريعة لاي ست بيت. الفرن كنت مسخناه من قبل، دلوقتي حطيتها على الصينية على طول اللي هي الرف التاني. هتاخد بقى مدة نص ساعة، ساعة الا ربع او اقل حسب فرنك. وجهزت معانا احلى صينية سمك سهلة وسريعة. شوفوا شكلها وهي بتستوي في الفرن، شايفين الغليان؟ انا ما ضفتش لها اي سوائل وما خدتش وقت طويل في الفرن، خلي بالك منها. وطلعت معانا وجاهزة وبالهنا. ما تنسوش تتابعوني وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس بليز، فضلا وليس امرا، القناة عشان تكبر بكم وبدعمكم ليا. سعيدة ان انا كنت معاكم، وباي باي.